اهلا بيكم في كوره يونايتد. في الفيديو ده هنتكلم عن مركز حراسة المرمى في الفانتازي، وهنشرح الموسم ده ايه اهميته، اهمية مركز حراسة المرمى، وازاي ممكن يأثر على ترتيبك في الدوري الخاص بتاعك او في الجلوبال، في الدوري الجلوبال. وازاي تقدر تختار حارس مرمى مناسب، مش ان انت تختار واحد كده وتعتمد على الحظ، او ان انت تختار حارس يكون البادجت بتاعته قليلة عشان تستغل البادجت في باقي الاماكن. لا، احنا هنشرح ازاي يبقى عندك استراتيجية تختار بيها حارس المرمى، تتحكم في اختياراتك، ويبقى عندك اكسبكتيشن للحارس بتاعك، يعني منهج معين انت بتختار من اساسه، مش ان هي كده بشكل عشوائي وخلاص. فهنتكلم اول حاجة اهمية حراسة المرمى في الفانتازي. انا هختصر النقطة دي في المثال اللي انا حاطه، التيبل اللي انا حاطه ده، حراس المرمى موسم ادائهم الموسم اللي فات من حيث عدد النقط اللي جمعوها في اخر الموسم، من المركز الاول للمركز ال11 اكسكلودنج دخيا اللي هو خد اصلا الجولدن جلوفز كاحسن حارس مرمى بعد ما عمل 17 كلين شيت، لان هو خلاص مشي من الدوري فمش موجود في التيبل ده. لاحظ ان في فرق بين المركز الاول والمركز العاشر، في فرق حوالي من 40 ل 50 نقطة تقدر تحسبهم. طبعا رقم ضخم وكبير جدا جدا جدا، برغم ان رايا ده حارس برينتفورد من نص الجدول، وإيدرسون هو حارس مانشستر سيتي اللي خد الدوري. ده فرق نقط كبير جدا، ممكن يحسم لك الدوري الخاص اللي انت بتلعب فيه، ممكن ينقلك لترتيب متقدم جدا جدا في الدوري الفانتازي جلوبال. فنقط الحراس بتفرق، عكس ما الناس ممكن ما تكونش مهتمية او واخدة بالها، على اساس ان هو يعني لاعب واحد في الفريق وناقص 10 لعيبة تانيين، وبالكابتن بالنقط بتاعة اللعيبة اللي بيلعبوا في تسجيل الاهداف والكلين شيت والكلام ده كله. حارس المرمى بالمثال ده انا حاطه عشان اوضح ان انت ممكن تاخد بيه ادفانتج من 40 ل 50 نقطة يعني، او على حسب الموسم هيبقى ماشي ازاي، عن باقي المراكز اللي تحتيك. حتى لو بيعتمدوا المراكز اللي تحتيك او اللي فوقيك، يعني المنافسين بتوعك بيعتمدوا على حراس من فرق اكبر. لاحظ رايا اكتر واحد في النقط، قلنا بعيد عن ادرسون بحوالي 40 ل 50 نقطة، وتحتيه الليج كله بما فيهم التوب فور او التوب فايف كمان. شايف انا إليسون موجود، وبوب من نيوكاسل موجود، كل ده تحتيه، ورامزديلي ولينو، كله 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 تحتيه. هو كان اعلى واحد، هنشرح ازاي هو كان اعلى واحد برغم انه ما خدش كلين شيت، اكتر كلين شيت في الموسم، وبرغم ان منظومته الدفاعية ضعيفة. هنتكلم في التفاصيل بتاعة الليستة دي في السلايد الجاي، بس انا عايز اوضح لك وابين لك قد ايه فرق النقط من حارس لحارس يحسم لك الجدول بتاعك. تمام. ايه بقى الطريقة اللي انت بتختار بيها الحارس؟ مفيش غير طريقتين، مفيش غيرهم، منهجين ثابتين مفيش غيرهم. يا اما انت بتعتمد على حارس سعره منخفض، يا اما بتعتمد على حارس من حراس الفرق الكبيرة. بس كده تختار بقى اي حد عشوائي من هنا او من هنا؟ لا. عايزك تعرف برضو بتبقى الامور بتمشي ازاي خلال الموسم، بتنعكس من نتيجة الماتش وحالة الفريق لحالة حارس المرمى. لو انت اعتمدت الاستراتيجي الاولانية كحارس مرمى سعره منخفض، المزايا اللي هتاخدها، هتاخد نقط للسيف كتير جدا للصدات، وعلى اساس كده هياخد بونص غير نسبة الكلين شيت اللي ممكن يحققها. ليه هياخد نقط بونص اكتر، وليه هياخد صدات اكتر برغم ان ممكن يحقق كلين شيت اقل؟ زي الموسم اللي فات في حالة رايا حقق 33% من الماتشات اللي لعبها كلين شيت، وكان في الحارس الفرقة الكبيرة اللي هو المثال اللي حاطينه دخيا اللي خد احسن حارس مرمى في الموسم اللي فات، حقق 41% نسبة كلين شيت. برغم ان الكلين شيت عند دخيا حقق نسبة اكتر، الا ان رايا عمل صدات اكتر، خد عليها طبعا نقط اكتر، وخد نقط بونص اكتر. طيب دي سببها ايه؟ طبعا سببها اول حاجة الاستحواذ في معظم اوقات الماتش اللي ممكن يوصل ل60% بالنسبة لمانشستر يونايتد او اي فرق كبيرة، فده بيقلل احتمالات الهجوم عليهم، بالتالي يقلل احتمالات الصدات بالنسبة لحارس المرمى، لكن بيزود فرص الكلين شيت طبعا. تاني حاجة ان بتبقى المنظومة الدفاعية بتاعتهم قوية، من اول المهاجمين اللي بيضغطوا راشفورد وفرنانديز يضغطوا، لحد الجول كيبر بيلعبوا بماتريكس معينة وباسلوب معين بيخلي المنظومة الدفاعية بتاعتهم قوية جدا.
ده اللي بيخلي الحارس احتمالات ان هو يصد كور اقل، لكن طبعا بيزود احتمالات الكلين شيت. دي المزايا والعيوب في كل منهج من ده او من ده انت هتحاول تعتمده. طيب في نقطة تانية في الديس ادفانتج لكل الحراس، سواء الحارس اللي انت هتعتمد على يكون ميزانيته قليلة، او سواء الحارس اللي انت هتعتمد عليه من الفرقة الكبيرة. في بينهم عيب مشترك السنة دي جد، والعيب ده هو ان الرولز بتاعة الاديشنال تايم، الوقت الاضافي، هيبتدوا يعملوا زي الرولز اللي شفناها في كاس العالم، ان كل لحظة الكورة مش بتتلعب فيها الوقت بتاعها هيتحسب. فهنلاقي وقت بدل ضايع، زي ما حصل مثلا في الدرع، ماتش الدرع الخيرية امبارح. احنا بسجل الفيديو النهاردة الاثنين، فهتلاقي بيتحسب 10 دقايق، تلاقي 11 دقيقة، ممكن تلاقي اكتر من 12 دقيقة. كل ده طبعا هيصب في غير صالح الكلين شيت، سواء للحارس ده او للحارس ده من الفرق الكبيرة او من الفرق المنخفضة. عايز احط المثال اقارن بين الحارسين في المنهج ده وفي المنهج ده اللي حصل السنة اللي فاتت، لان هيوضح حاجات كتير جدا. شوف، رغم ان ديخيا عمل كلين شيت اكتر من رايا، ده عمل 17 كلين شيت ودافيد رايا عمل 12 كلين شيت، الا ان رايا حقق نقط اكتر من ديخيا زي ما شفناها في الجدول اللي فات. رايا محقق 166 نقطة، هو اعلى واحد حقق نقط في الفانتازي الموسم اللي فات. ليه عمل كده؟ لان هو صد 154 صدة، دي اكتر صدات في الدوري كله. شوف ديخيا اللي عامل اكتر كلين شيت واخد الجولدن جلوف صد 101 صد بس. طبعا هو بيخدم فريقه في الكلين شيت، انما انت بالنسبة لك كنقط فانتازي انت عايز نقط، انت بتدور على كل حاجة تجيب لك كل النقط المتاحة. فرق الصدات بينهم، رايا صد حوالي 53 صدة، اكتر رقم كبير جدا يجيب لك نقط كتير جدا. فبالتالي هو خد في البونص بوينت كمان خد 20 نقطة رايا. ديفيد دخيا طول الموسم كله وهو واخد احسن حارس مرمى في الموسم، واخد 5 نقط بونص بس. طبعا دي تضرك انت كلاعب فانتازي، لو الخصم بتاعك عنده حارس بيحصل 20 نقطة بونص وبيحصل نقط صدات كل ماتش نقط صدات، حتى لو بيفقد الكلين شيت بيحصل نقط صدات. فانت لازم تبقى عارف لو انت هتختار حارس من الفرق الكبيرة ايه اللي هيقابلك، ولو هتختار حارس من الفرق اللي البادجت بتاعته اقل ايه اللي هيقابلك. ده ليه مزايا وعيوب، ده ليه مزايا وعيوب. على اساس الرؤية دي انت تكون عارف انت بتختار ايه وبتعمل ايه. السنة دي بالنسبة للفرق اللي هي المنظومة الدفاعية بتاعتها قوية جدا لحراس البادجت بتاعتهم قليلة، مثلا من الامثلة اللي حصلت الموسم اللي فات، لينو كانت المنظومة الدفاعية بتاعتهم كانت قوية في اخر الموسم، عمل كلين شيت كتير مع الصدات بتاعتهم. ده بخصوص الموسم اللي فات. بخصوص الموسم ده انا اعتقد ان احسن فريق هيبقى منظم دفاعيا يعني الاسلوب اللعب الدفاعي بتاعه، المنظومة الدفاعية هتبقى قوية جدا. احنا عندنا 2 اختبرناهم قبل كده. روي هودسون في كريستال بالاس المنظومة الدفاعية بتاعته قوية جدا جدا جدا، لو اعتمدها السنة دي هتبقى حاجة هايلة للحارس جون ستون حارس كريستال بالاس، سعره 4.5. الحارس التاني من الفرق نص الجدول لكن المنظومة الدفاعية بتاعتهم قوية جدا 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 هو بيكفورد. ناس كتير مختارة بيكفورد السنة دي، وفي ناس مستغربة ازاي وهو كان بيهبط الموسم اللي فات. بيكفورد شون دايش مدرب ايفرتون لو اعتمد المنظومة القوية بتاعته الدفاعية اللي عملها مع بيرنلي، كان بيلعب 4-4-2 وخطوط ضيقة قريبة من بعض، كان بيزهق الخصم. فلو اعتمد نفس المنظومة الدفاعية وقدر ينجح مع ايفرتون بيها مع بيكفورد، هو بيصد كويس جدا وردود افعاله حلوة قوي، ممكن يبقى ده حارس المفاجأة السنة دي. فبرشح من الفرق اللي هي في نص الجدول اللي البادجت بتاعته صغيرة قليلة، انا برشح بيكفورد وبرشح جون ستون. من الفرق الكبيرة هيبقى صعب قوي ان هم يحققوا كلين شيت بطرق اللعب اللي انا شايفهم بيلعبوها دي، ورغم ان اونانا عنده الفرصة دي على مستوى الكلين شيت. مانشستر يونايتد منظومتهم الدفاعية قوية، هم اكتر فريق عمل كلين شيت، 17 كلين شيت الموسم اللي فات. هم خطتهم كمان السنة دي هيستحوذوا على الكورة اكتر، واونانا هيشارك في البيلد اب بتاع اللعب، فعنده فرص اكتر للبونص
على اساس التمريرات اللي بيعملها، وعلى اساس كمان الصدات والكلين شيت. واحد تاني هو إيدرسون احنا شفناه الموسم اللي فات هو في المركز العاشر بنقط قليلة جدا، وعمل يعني الانكسبكتد، يعني ان هو ما يعملش كلين شيت بشكل غير متوقع، على عكس يعني التوقعات اللي كانت في بداية الموسم. كان إيدرسون البرسنتج بتاعته عالية جدا جدا. ده هيبقى تحدي لجوارديولا السنة دي، مش هينساه وهيعتبره وهيشتغل عليه. لو نجح في التحدي ده جوارديولا، احنا عارفين عبقريته طبعا، فإيدرسون من الفرق، من حراس الفرق الكبيرة اللي ممكن يكون يحقق نقط كتيرة في الفانتازي السنة دي. فانا برشح إيدرسون وانانا من التوب 6 لو انت عايز تشتغل على الكلين شيت، زي ما احنا ما وضحنا الفرق بين كل منهج من دول هنا. ولو انت عايز نقط الصدات ونقط البونص وتغامر كمان في الكلين شيت، فانا برشح المنظومة الدفاعية بتاعت ايفرتون وبتاعت كريستال بالاس. يا رب الفيديو ده يكون عجبكم. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، والفيديو الجاي هنعمل مراجعة أخيرة لاختيارات التشكيل بتاعي في الفانتازي ان ديتيلز. شكرا.